مساء الفل. اخباركم ايه؟ كواليس ومفاوضات الاهلي مع محمود صابر في الانتقالات الشتويه السابقه وقبل غلق باب القيد. طبعا كلكم عارفين تعثر صفقه مصطفى اشرف بسبب ازمه الدولار في الميركاتو الشتوي السابق، وطبعا كان كولر محتاج مركز خط وسط رقم 8. وطبعا إدارة السكاوتنج برئاسة الكابتن هاني رمزي رشحت له كذا لاعب مصري، لكن الأولوية بالنسبة لكولر هو محمود صابر. أي نعم، محمود صابر ما لعبش الفترة الأخيرة مع نادي زد لما كان إعارة 6 شهور، ودلوقتي مع بيراميدز وبرضه ما بيلعبش، لكن الحق يتقال محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي موهبة جبارة. لو لعب باستمرار مع بيراميدز هيكون ليه شأن تاني مع الكرة المصرية، ودي القطعة الناقصة مع منتخب مصر. طبعا يوم 31 يناير كابتن امير توفيق كلم مسؤولي بيراميدز في البداية للتعاقد مع محمود صابر، لكن مسؤولي بيراميدز رفضوا التفريط في اللاعب بالرغم ان هو قاعد دكة مع بيراميدز. في البداية كانت كده، لكن بعد كده كان في مرونة في المفاوضات. طبعا مسؤولي بيراميدز طلبوا التعاقد مع احمد عبد القادر زائد لاعب تاني الاهلي اللي اختاره، بس اعارة بنية البيع لمحمود صابر. كده الكلام كويس، لكن بعد 48 ساعة مسؤولي بيراميدز بلغوا مسؤولي الاهلي رفضوا التفريط في اللاعب في الماركاتو الشتوي السابق. لكن الحق يتقال، لو محمود صابر لعب باستمرار مع نادي بيراميدز هيكون ليه شأن تاني في الكرة المصرية. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم فيديو جديد. سلام.